السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة حبايبي تكملة الفيديو بتاع امبارح بتاع روتين البلكونة. امبارح كنت عاملة معاكم روتين البلكونة، خلينا البلكونة زي الفل. النهاردة بقى زي ما انتوا شايفين كده، هنا كانت الأوضة بتاعت يوسف وجنة، كنست السجاد، سجادة أوضة يوسف وجنة، لكن السجادة ديت كنستها كنسة حلوة، ورحت شايلاها حطيتها بقى في البلكونة، و بفرشة كده ومية فيها اريال وفيها نقطتين خل او ربع كوباية خل، وطلعت بقى كل يعني قعدت ادعك فيها لحد ما بقت زي الفل. بصوا التراب دوت، انا عايزه اقول لكم ان انا الجمعه اللي فاتت كنت شايله السجاد ده، وكنت برضو عامله نفس الشغل ده. يعني انا بخلي كل يوم الشغل بيبقى على الوش، الترويق بيبقى على الوش، لكن يوم الجمعه بشيل السجاد. فمن الجمعه اللي فاتت للجمعه ديت معرفش التراب ده كله جه منين. المهم طبعا انا شلت، طلعت السفرة ديت. السفرة دي كانت مع الانتريه، اول ما تخشي كده شلت السفرة ومسحتها وحطيتها جوه في اوضه يوسف وجنة، ونقلت الشفونيرة ديت حطيتها كده جنب البلكونه، وهي البلكونه كنت خلاص خلصتها. وديت السفرة قلت بقى امسحها كده بالفوطه، فيها يعني شويه ميه بزيتول، وبلمع بيها الخشب كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ما رضيتش احط مفرش لان انا لميت المفارش كلها وغسلتها، فمش عايزه احط الاستبن التاني، لان الاستبن التاني بتاع العيد بقى ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم جميعا يا رب. وهنا برضو الشفونيره شلت المفرش بتاعها وغسلته. ما يعني انا من النوع اللي لما باجي الم بقى بلم كله. هنا بقى زي ما بوريكم السجاده، كنت انا خلاص بقى عملتها بالفرشه، وزي ما انتوا شايفين زي الفل. وهنا كنت شلت الملايات السراير وحطيت يعني بطانيه كده، عشان فاضل يومين خلاص بقى، وهشيل تاني يعني. مش معنى كده ان انا خلاص مش هشيل، لا هشيل تاني ان شاء الله يوم الوقفه بامر الله. الله المستعان. هنا بقى زي ما بوريكم الصاله، او هنا الصاله والشباك، بصوا مدخل الهوا جميل ازاي. الصاله اللي انا حاطه فيها الانتريه، يعني اوضه الانتريه. قلت بقى احط الانتريه كامل مع نفسه كده، وطلعت السفره في اوضه عيالي كده، واخده ركن على جنب مع نفسها. محدش بيقعد على السفره على فكره، معرفش، احنا في رمضان فقط بنتجمع على السفره، غير رمضان كل واحد بياكل مع نفسه. يعني يوسف ياكل في البلكونه، كنا تقعد على ترابيزه الانتريه تتغدى. انا لما باجي من شغلي ببقى صايمه. لو مش صايمه يعني باجي مثلا قولي يعني بتغدى على الساعه 6، فهم مثلا بعمل لهم اكلهم، هم بياكلوا بسرعه قبليه. فيعني مفيش نظام، يعني مش مفيش نظام، مفيش تجمع على السفره، فاهمين قصدي؟ ودي اوحش حاجه. هنا كنت انا مسيقه الانتريه زي ما انتم شايفين كده، سيقته بس ما صورتش، وحطيت الانتريه مع بعضه كامل. والترابيزه ديت كنت خلاص هيتمسح. وبعد كده بقى برش بقى المعطر ده. عايزه اقول لكم اللي دوت مش معطر، دوت نسيت اسمه، يا نهار ابيض، دوني. دوني دوت بغسل بيه الغسيل. الغسيل بقى بتلميه كده بتلاقي ريحته، مش قادره اقول لكم، تحفه. والله العظيم بيخلي الغسيل ريحته تحفه. انا بقى طبعا بحط عليه شويه ميه عشان ميبقاش تقيل يعني. انا بقى بعمل ايه؟ برشه كده زي ما انتوا شايفين. انا عندي معطر على فكره، معطر جو، بس انا بحب الديتول في الشقه. طول ما انتي قاعده حاسه بريحه نظافه، طول ما انتي قاعده كده، ترشي بقى على الشجر، ترشي على خدوديات، على الانتريه، على السجاد، على الستاير. ما بيعملش بقع، ما تقلقوش، احنا حاطين عليه شويه ميه، يعني تحطوا عليه شويه ميه، بس بيخلي ريحه الشقه تحفه تحفه تحفه. جربوه. وسيبتكم في رعايه الله. لو اول مره تشوفوا القناه حطي لايك واشتركي معايا، وسيبتكم في رعايه الله.